فريدة وتتناسب مع الحالة الفريدة اللي بين الطرفين. كل طرف شايف ان الطرف التاني مش شريك ومش صديق، وكل طرف شايف الطرف التاني بيلعب على كعبلته اقليميا ودوليا. كل طرف بيلعب في الجبهة الداخلية للطرف الاخر، ورغم انها تبان علاقة توكسيك، يعني علاقة سامة، او بالبلدي كده غرام الافاعي، يعني اضحك في وشك لكن اللي في القلب في القلب. بس البلدين عاجبهم كده وقابلين وراضيين. وبيدعم هذا السلام البارد الراعي الرسمي ليه، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، اللي أسوأ كابوس ليها في الشرق الأوسط هو انهيار السلام ده لأي سبب من الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم، أتمنى تكونوا بخير وبصحة وسعادة. معكم إسلام صقر. فيديو النهاردة بعنوان هجوم إعلام الكيان على مصر. السيدات والسادة المشاهدين، تابعوني لنهاية الفيديو عشان نعرف أصل الحكاية. فواصل ونواصل. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم! الله أكبر! الله! تعال معايا اسمع الكلمتين دول عشان تعرف قد إيه مصر رعبة الكيان بخصوص هجوم إعلام الكيان الأخير على مصر. لازم نحط في بالنا قاعدة تاريخية من قواعد العلاقات بيننا وبين الناس دي. القاعدة دي هي الآتي: الهجوم الإعلامي بيكون نتيجة مكسب كبير لمصر في الغرف المغلقة، والمكسب الكبير ده بيتمحور ما بين فرض الرؤية المصرية أو عرقلة الرؤية للكيان. لما تشوف هجوم هناك علينا، اعرف ان الهجوم ده بمثابة بتوجعه وكبيرة، بالظبط كده زي ما واحد ياخد كف على قفاه بشكل مفاجئ. والعكس صحيح، لما تشوف دعم ومساندة إعلامية هناك لمصر، اعرف ان الكيان بيرتب مصيبة لمصر وبيحاول يبعد الشبهات عنه فقط. وده اللي حصل في الفترة من 2011 حتى 2017 تقريبا. ودي حالة فريدة وخاصة في المجال الإعلامي، وتتناسب مع الحالة الفريدة اللي بين الطرفين. كل طرف شايف ان الطرف التاني مش شريك ومش صديق، وكل طرف شايف الطرف التاني بيلعب على كعبلته اقليميا ودوليا. كل طرف بيلعب في الجبهة الداخلية للطرف الآخر، ورغم انها تبان علاقة توكسيك، يعني علاقة سامة، او بالبلدي كده غرام الافاعي، يعني اضحك في وشك لكن اللي في القلب في القلب. بس البلدين عاجبهم كده وقابلين وراضيين. وبيدعم هذا السلام البارد الراعي الرسمي ليه، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، اللي أسوأ كابوس ليها في الشرق الأوسط هو انهيار السلام ده لأي سبب من الأسباب، رغم قناعة كل الأطراف إنه مش سلام ولا حاجة. عشان كده تلاقي الكيان طلع بمصالح من دول عربية قعد معاه على القهوة أكتر من المصالح اللي طلع بيها من مصر بعد كل سنوات السلام. تلاقي الكيان بيشوف أي مشروع ليه بيمشي مع أي حد، بس مش عارف يمشيه مع مصر. مصر تقريبا بقى معاها درجة دكتوراه مع مرتبة الشرف في فهم الكيان ومعرفة حتى حديثه مع نفسه، حتى أحلامه، حتى النفس اللي داخل والنفس اللي طالع. مصر تعرف عدده بالظبط. عشان كده رأيي إن الهجوم ده يبشر بالخير وما يقلقش، وممكن تستعد لسماع أخبار جميلة قريبا بإذن الله. وفي الحالة دي لازم كلنا نبقى واثقين إن مصر لعبت جيم شطرنج للتاريخ، ومش خسارة فيه جزء رابع من مسلسل الاختيار. نتقل كده ونستنى ونستبشر خير فقط، ونثق في قيادتنا السياسية. وفي النهاية أتمنى أكون قدرت أوصل الرسالة لحضراتكم. اللهم احفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء. اللهم احفظ جيش مصر وشرطتها. اللهم ارحم شهداء الوطن. عاشت الأمة العربية، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.